الهربس فيروس، تعال احكي لك حكايته بالتفصيل الممل. هو واحد من الدي ان ايه فيروس. عندي منه نوعين. النوع الاول اسمه هيومن هربس فيروس واحد، والنوع التاني اسمه هيومن هربس فيروس اتنين. النوع الاول بنسميه اورال هربس. الإصابة دي بتتم عن طريق الميوكاس ممبرين سيكريشن زي السلايفا، أو عن طريق الكيسنج، أو عن طريق تبادل الأدوات لشخص مصاب. طب النوع التاني قالك بنسميه جينيتال هيربس. الإصابة بتاعته السكشوال عن طريق الجنس نتيجة لوجوده في الجهاز البولي التناسلي. وخلي بالك ممكن الأم تصيب الجنين بال HHV2 الهيومن هيربس فيروس 2. لما تحصل الإصابة هيحصل عندي شوية symptoms أعراض زي الفيفر، البادي أكس، السور ثروت، الهيديك، سويلنج للليمف نود. كل دي أعراض هتظهر على المريض. ركز معايا ويلا نكمل. هكلمك دلوقتي عن الهربس فيروس وعلاقته بالنيو بورن الأطفال حديثي الولادة. ركز بقى معايا. واحدة ست حامل ولكن مصابة بالهربس فيروس، يبقى الست قبل ما تحمل كان عندها هربس فيروس. جميل جدا. قالك الست دي لازم تولد قيصري سيزيريان، ما تولدش طبيعي. ليه؟ قالك لأن الطفل هتحصل له إصابة بالهربس فيروس لو تم الولادة طبيعي. طيب، واحدة حامل ماهيش مصابة بالهربس فيروس، ولكن بعد الحمل تمت الإصابة بالهربس فيروس. هنا الجنين هيحصل ليه مشاكل زي ايه؟ قالك بص يا سيدي، disorder center nervous system، اضطرابات في الجهاز العصبي. كمان brain damage، مشاكل كبيرة جدا في البرين. عاوز اقول لك معلومة مهمة جدا عن الهربس فيروس، انه بيكون بثور على الفم بتسمى cold sore، او ما تعرف باسم قروح البرد. لما بشوفها ده معناه ان انا عندي نشاط اصابة بالفيروس. طب ازاي بشخص الهربس فيروس؟ قالك عن طريق البي سي ار، وكمان الكالتشر والسيرولوجيكال تيست زي الهربس اي جي ام والهربس اي جي جي. دي كانت حلقة النهاردة في الهربس فيروس. أتمنى الحلقة تكون مفيدة، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن أناليسيس.